تمثيلية من تأليف وإخراج إبراهيم الكردي. من فضلك ألاقي عند حضرتك الدواء ده؟ ها؟ دواء؟ بتقولي دواء؟ الله، في ايه يا دكتور؟ هو انت عرفت اسم الدواء ولا حتى شفت الروشتة مكتوب فيها ايه؟ لا لسه. يا خوفي لا تقولي انت كمان ما عنديش الدواء ده. طب ما توريني الروشتة، هعرف ازاي؟ ما انا مادة ايدي من الصبح بالروشتة هي يا دكتور. اتفضل. فعلا عندهم حق، وكمان لفك على الأجزخانات كلها مش هيجيب نتيجة. طب اعمل ايه بس؟ انا مش قادرة امشي خطوة واحدة بعد كده. الدواء ده لمين بالظبط؟ لبابا يا دكتور، والدكتور كاتبهوله وقال الدواء البديل له مش هيجيب اي نتيجة. فعلا الحقن دي بتجيب نتيجة ممتازة، بس لو كانت موجودة. اعمل معروف يا دكتور، ما تعرفش حد يعني يجيبها لي ان شاء الله بأي تمن، بأي تمن يا دكتور. هحاول. يا حضرتك اسمك ايه؟ ولا اقولك اكتبي اسمك هنا ورقم تليفونك، يمكن يكون في وشك القبول. يا رب بس تلاقيه. القلم لو سمحت. اتفضلي. ايوه، ادي تليفوني اهو، ودي اسمي. اتفضل. سلوى. الآنسة سلوى، مش كده؟ ايوه يا دكتور. خلاص يا آنسة سلوى. ارجوك تهتم بالدواء يا دكتور. مظهر. طيب انا هنتظر من حضرتك تليفون، بس ارجوك يا دكتور مظهر، يعني انا بتمنى يكون الليلة. ده انا هقفل كمان نص ساعة، يعني النهاردة ما يتحسبش. خلاص يا دكتور، انا هقعد جنب التليفون، مش هخرج من البيت خالص الا لما اسمع صوتك. انت لسه ما شربتش الشاي؟ هشربه يا عصمت. هتشربه امتى؟ بعد ما برد؟ هو بقى شاي؟ ده عدم شربه احسن. انت بتقولي فيها عشان الواحد يحط دماغه ويروح في النوم على طول. ما انت بتشرب كوباية الشاي من هنا وبيكبس عليك النوم من هنا، لكن ايه اللي جد الليلة؟ هيكون ايه يعني؟ ما انا زي كل ليلة. لا يا مظهر، ده انا رايحة جاية في الصالة وانت حاطط كوباية الشاي قدامك واحد سرحان على الاخر. ايه، في حاجة شغلة بالك؟ هيكون ايه يعني غير مشاكل البيع والشراء في الأجزخانة؟ يا سلام، طب ما انت واخد على كده. بقول لك ايه، بلاش تكذب عليا، عينيك بتقول غير كده خالص. والله يا عصمت ما في حاجة حصلت، بلاش سوء الظن ده بقى. انا مش هنتظر لما يحصل وتسحبني من ايدي وتقول لي تعالي معايا نقرا الفاتحة. عايز اعرف هي مين يا حبيبي اللي شغلت تفكيرك وناوي تتقدم لها؟ سلوى مين؟ اسمها سلوى وبس، ده كل اللي اعرفه عنها. وقابلتها فين؟ كانت جاية تسأل على دواء. وبعدين مشيت. ولما هي مشيت سرحان في ايه بقى؟ في خيالها؟ لا، ما انا معايا تليفونها. قلت لي اتاريك اتعشيت بسرعة وحطيت لك الشاي زي عوايدك وسبته يبرد لانك منتظر مكالمة تليفونية مهمة منها. هي بقى اللي منتظرة مني اكلمها. يبقى اتفقتوا؟ احنا ما اتفقناش على حاجة، وكمان ما فيش بيني وبينها غير موضوع الدواء وبس. امال واخد نمرة تليفونها ليه؟ علشان محتاجة دواء ناقص شوية في السوق. وهتدور عليه وتجيبه طبعا. هحاول. انا متأكدة انك هتجيبه لانها ايه؟ لانها عجبتك، مش كده؟ هي فعلا حلوة. طويلة؟ لا، يا تقريبا طولي بالظبط. وعودها زي عودي؟ انا بتكلم يا مظهر. لا ده هي ارفع منك شوية. ولون شعرها ايه؟ لون ايه ده؟ غريبة. ايه، مغطية؟ لازم قصير ولا لابسه باروكه؟ لا، ده حتى شعرها طويل، بس ازاي ما خدتش بالي من لونه. على كل حال بكره هعرف لونه بالظبط. وانت هتقابلها بكره؟ لما الاقي الدواء طبعا، وبكره ممكن توصل لبعده. طيب اياك يكون لك نصيب فيها. مش عارف يا عصمت، مش عارف، يمكن ما توافقش. يا سلام،
هتلاقي عريس زيك. يا ستي انا صحيح ما فيهاش حاجة تتعيب، بس توافق تعيش معانا هنا في البيت. كل ده سابق لأوانه. لما يجي اوانه طبعا هتقول لي علشان اعرف اروح اخطبها بنفسي. ايوه بس ما تنسيش اتفاقنا يا عصمت. السلام عليكم يا دكتور مظهر. اهلا 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 وسهلا. اتفضلي استريحي الاول. الله، مالك بتنهجي كده ليه؟ اصل اول حضرتك ما كلمتني نزلت جري عشان بابا يلحق ياخد الحقنه. قولي لي، في حد عندكم بيدي حقن؟ ايوه، جارتنا ام فوزي ايدها خفيفه قوي. الحقن دي لازم تتاخد في الوريد. ايه وريد؟ يبقى لازم اشوف حد تاني غير ام فوزي. معقول يا انسه سلوى؟ معقول تشوفي حد تاني وانا موجود؟ يا خبر، حضرتك اللي هتدي لبابا الحقنه يا دكتور مظهر؟ وبتستغربي ليه يا انسه سلوى؟ انا ايدي اخف من ايد ام فوزي. ايش جاب لي جاب. صحيح نسيت اسال حضرتك، هم تمنهم كام الحقن؟ وتفتكري برضو هقدر امد ايدي واخد منك فلوس؟ يعني هاخدهم من غير ما ادفع ولا مليم؟ انا ما جبتش علبه يا انسه سلوى، دول علبتين لان باباكي هيحتاج لعلبه تانية. يا خبر، انا كده غرمتك كتير قوي قوي يا دكتور. لا 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 لا، دول عينه. ما انت برضو تعبت لحد ما سالت وعرفت طريقهم. المهم اعرف طريق بيتكم الاول. بعد 4 محطات اتوبيس من هنا. يبقى لازم نروح بالعربيه. عربيه مين؟ عربيتي طبعا. يا سعيد. ايوه يا دكتور. انا رايح مشوار صغير 10 دقايق بالكتير. بالسلامه يا دكتور. بقول ايه، الروشته اللي جابها الحاج حسين البقال اهي قدامي على المكتب، فيها دواء تركيب، حضره يمكن يسأل عليه. ده اللي كنت ناوي اعمله يا دكتور مظهر. اتفضلي اتفضلي يا انسه سلوى. عربيتك مريحه قوي قوي يا دكتور مظهر. مش قد المقام. يا خبر، دي فخمه قوي. تقبليها هديه مني ليكي؟ ايه ده، حد يهدي بعربيه غاليه زي دي؟ ما تغلاش عليكي. وكمان مفيش بينا وبين بعض اي علاقه. بسيطه، نعمل علاقه. لو سمحت من فضلك حود الشارع اللي جاي يا دكتور مظهر. الله الله الله، اسف انتي فهمتيني غلط. لا لا لا، انا يظهر اني اسأت التعبير. العلاقه اللي اقصدها لازم تكون رسمي وبين عيلتين. بالسرعه دي يا دكتور مظهر؟ ده انا حتى ماشي على مهلي قوي. طب حود من الشارع اللي جاي اللي على نصيته البقال، وبعدين تاني بيت على الشمال هنقف قدامه. ده احنا كده نبقى وصلنا. متهيألي ده بيتكم. ايوه، اتفضل معايا يا دكتور. بالشفا ان شاء الله يا عمي. تسلم ايدك يا دكتور. اتفضل اشرب الازازه قبل ما تسخن. انت باين عليك كيف شاي يا دكتور. بقول لك ايه يا زكي، انا لو عملت شاي هعمل كوبايه واحده بس للدكتور. وهو شرب الشاي ينفع من غير صحبه؟ قول لها والنبي يا دكتور مظهر، قول لها. ده انا حاسس يا تفيدة ان دماغي ماشي فيها وابوس سكه حديد. ده انت شارب كوبايتين النهارده يا زكي. خليهم 3 يا ست تفيدة علشان يعدلوا دماغ عمي، لاني عايزه في كلمتين. عشان خاطرك بس انت يا دكتور. هات الصينيه وتعالي ورايا يا سلوى. حاضر. اولا انا بشكر يا عمي الدكتور اللي كتب لك على الحقن دي. انت قادر يا ابني بفايدتها. فايدتها هتعم عليا وعليك. جرى يا ابني، ده انا اللي باخدها مش انت. بس هي اللي عرفتني بسلوى بنت حضرتك. قلت لي كده بقى. وبصراحة ده اللي خلاني اجي قبلك. تقابلني ولا تشكشكني بالإبرة؟ بس صراحة بقى ايدك هتخليني احب الحقن. وانا كمان حبيتكو قوي يا عمي، علشان كده انا بطلب ايد الانسة سلوى. والله يا ابني انا من ناحيتي ما عنديش مانع. طبعا بقى انت ما عندكش اي مانع تشرب شاي على طول. ده مش شاي يا تفيدة، بإذن الله هيكون شربات. الدكتور مظهر
بيطلب مني ايد سلوى. كده؟ يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار أبيض. انا طبعا مش عايز اسمع رأي الانسة سلوى دلوقتي. هديكم مهلة اسبوع تكونوا اتشاورتوا مع بعض، ومش هاجي هنا قبل ما اتكلم في التليفون. ان وافقتوا هجيب اختي عصمت ونحدد ميعاد الشبكة وكتب الكتاب. انت بقى دلوقتي تستاهل كوبايه الشاي اللي عملتها لك تفيدة. اتفضل يا دكتور. اتفضل حضرتك يا لا علي. لا لا لا، انا مش هشرب شاي لان انا دلوقتي دماغي اتعدلت على الاخر. لا يا ست تفيدة، اتكلمي بقلب جامد قوي. بنتك تستاهل تقلها دهب. هتكلم أقول إيه بس في الشبكة؟ دي هدية العريس للعروسة. ايوه بس انا مش هنزل اشتريها لوحدي، لازم سلوى تكون معايا. عروستك هتنقي إن كان الماس ولا لولي، واللي يعجبها هتشاور لك عليه، ينحط في العلب القطيفة، وبعد ما تقبض الجواهرجي من جيبك المليان. اهدى كله يا ست عصمت هانم. انت جايه تخطب الاميره سلوى بنت السلطان زكي؟ اهدى. لولي والماظ ومرجان، هو احنا عايشين في جزيره الاحلام؟ ده احنا ساكنين في حي اللي فيه يا دوب غطاهم على قد رجليهم. يا استاذ زكي، اختي تقصد ان كل اللي سلوى نفسها فيه هنشتريه ان شاء الله. يا ابني احنا اشترينا راجل، وراجل يملى العين ويرفع راسنا لفوق، وبنتي مش محتاجه اكتر من كده. المهم اطمن عليها، والحمد لله اطمنت. يبقى مش فاضل بقى إلا إننا نحدد ميعاد كتب الكتاب والدخلة. بسرعة كده؟ هننتظر ايه؟ شقتنا موجودة 6 اوض، انا قاعدة في الاوضتين اللي فوق، واخويا مظهر وعروسته في ال4 اوض اللي تحت. يعني الفيلا اتبنت واتقسمت على قدنا احنا الاتنين بالظبط.